السلام عليكم متتبعي القناة، نتمنى تكونوا بصحة وسلامة وبأحسن الأحوال يا ربي. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم جينواز، طريقة سهلة والمقادير بسيطة وناجحة من أول مرة. بسم الله. تحضير هذا الجينواز، عندي هنايا خديت هذا الإناء ووضعت فيه عندي 5 البيضات، كنفصل الأبيض على الأصفر، وضعت الأبيض بوحدو والأصفر بوحدو، 5 ديال البيضات. هنايا عندي 150 غرام ديال سكر سنيده و150 غرام ديال الدقيق صافي. وكناخذ رشيشه ديال الملح وقليل من الفاني السائله الا كانت متوفره، اولا كيس ديال الفانيلا على حسب اللي متوفر عندكم. صافي كنديروا رشيشه الملح مع ابيض البيض، وغادي نضرب هكا بالضراب الكهربائي. كنبدا نضرب هكا البيض ديال البيض بهذه الطريقه. ملي كيبدا كيوصل لهذا الشكل هذا، كيبدا يطلع شويه، غنبدا نضيف سكر سنيده بشويه بشويه مع التضراب، والسرعه ديال الضرب الكهربائي بطبيعه الحال كتكون عاليه. صافي كنبقى مستمره هكا، كنضيف شويه بشويه سكر سنيده وانا كنضرب. هاد الجنواز راه كتطلع رائعه الا تبعتوا هاد المراحل هادي كيف ما وريتها لكم، كتطلع زوينه بزاف وسهله في التحضير وناجحه من اول، يعني من اول تحضير كتنجح. صافي كنستمر هكذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال السكر سنيده. صافي هنا كيكون طلع عندنا هاد بياض البيض مزيان. شفتوا ملي كتهزوا هكا كيشكل لكم هذاك المنقار هكا كيطلع وكيكون واقف هنا، صافي كتعرفوا انه مزيان. صافي غتبداو تضيفوا هكا الاصفر ديال البيض وحده بوحده وانتم كتضربوا. الا كان عندكم هذا الفانيلا هكا بودر راه كتضيفوها مع سكر سنيده، وإلا كان الفانيلا هكا سائله راه غتضيفوها دابا بحال ما غندير انا. صافي كنضيف واحد شويه. هنا بانت لي شويه الكميه كثيره، نقصت منها. صافي غادي نمزج واحد شويه. صافي وهنا كتبداو تضيفوا الدقيق شويه بشويه، بطبيعه الحال كيكون مغربل. كتاخذوا واحد لو فوي هكذا ولا سباتول، كتبداو كتخلطوا دائما من الاسفل للاعلى وغير بشويه. هنا انا غير مسرعه هاد اللقطه هادي، ولكن انا راه كنخلط غير بشويه باش هذاك البيض ما ينزلش وتجينا الجينواز ديالنا طالعه وناجحه. صافي كنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي. شفتوا راه هكذا انا هكا هنايا ما سرعتش هاد اللقطه، كنت كنخلطها غير بشويه باش ما ينزلش ليا البيض. صافي كناخذ واحد المول هكذا ديال لاير كيك وكندهنو بالزبده وكنلبسو بورق الطهي كامل من الاسفل ومن الجوانب. صافي كتصبوا فيه الخليط ديالكم، كتحاولوا ما تعمروش الجوانب وكتقادوه هكذا بلا سباتول. صافي بعد ما غنقادو الفرن غيكون ساخن على درجه حراره 190. كندخلوها الفرن
وكنخليوها واحد 15 دقيقه هكذاك، وعاد كنقصوا من درجه الحراره كنوصلوها ل 160 160 تقريبا اولا 150 على حساب الفرن ديالكم. صافي وكتخليوها حتى كتكمل الطهي ديالها. بعد ما كطيب صافي كتطفيو عليها الفرن وكتخليوها وسط الفرن واحد 10 دقائق، الفرن طافي، عاد كتخرجوها. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم. صافي هكذا بعد ما كتبرد كتغلفوها بواحد البلاستيك غذائي وتحتفظوا بها حتى لثاني يوم، وكتقطعوها وكتزينوها كيف ما بغيتو. يعني هاد الجنواز راه ناجحه للطورطات، تحضروا بها اي طورطه، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم كيف ما بغيتو نتوما. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنساونيش من الدعم ديالكم اللي لايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.